ثالث دكتور، يقول سبحانه وتعالى في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلون معانيه وتفهمونها وتعملون بهديه. والسؤال: ما مدى صحة الحديث التالي: أحب العرب لثلاث نعم، لأني عربي، ولأن القرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي، ليس حديثا لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمع، ليس مرشد الكردي يقول هذا الكلام، أجمع علماء الحديث على عدم صحة هذا الحديث ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث لا يصح، جميل، ولا يجوز روايته على أنه حديث. طيب، لأن هنالك ليس كلامي، راجعوا خلفي، راجعوا ورائي، علماء الحديث المتخصصين بالحديث، حتى لا تقول مرشد كردي ويدافع عن قوميته ومن مصلحته أن يقول أن هذا حديث غير صحيح. لا، حاشا لله، لكن راجعوا. وأجمع العلماء على أن هذا حديث لا يصح نسبته إلى رسول الله الذي يردده العامة: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، ولأن القرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. طبعا أخي علي، هذا الحديث فيه ما نحن نقر به. طبعا لا يصح نسبته إلى رسول الله مطلقا 100%، لكن إنسانيا، أخلاقيا، بشريا، هذا الحديث فيه شيء نحن نعترف به وشيء لا يصح. أما موضوع أن كلام أهل الجنة بالعربية فهذا كلام لا يجوز، ولم يثبت أن بأي حديث أو آية قرآنية الله أو النبي عليه الصلاة والسلام يحدد لنا بأن أهل الجنة بأي لغة يتكلمون. فهذا ضرب من الخيال، وهذا من أمور الغيب، ولا يجوز الحديث في الغيب إلا بآية قرآنية أو بحديث صحيح ثابت إلى رسول الله. فبالتالي لا يوجد عندنا حديث يتحدث ما هي لغة أهل الجنة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، قضية أحب العرب لأني عربي، هذا كلام نحن بشريا نقبله. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو من العرب المستعربة، يعني أصله ليس عربيا بالمناسبة، لكنه عاش مع العرب، وبالتالي محبة للنبي عليه الصلاة والسلام نحن نحب العرب أيضا. هذا أمر طبيعي جدا. شاعر مجنون ليلى كان يقول: أمر على الجدار وذا الجدار، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. مجنون ليلى كان يذهب إلى المكان الذي كانت تعيش فيه ليلى، وهو يقبل الحيطان، وهو يقبل الجدران، ويقبل الإسمنت واللبن، يعني اللي يسميها باللغة الكردية كالبيج، يعني كالبيج ماجدكرن. ولكن كان يقول: وما حب الديار شغفن قلبي، أنا قبولاتي ليس للجدار يعني، وإنما لمن سكن الجدار. فحبنا يعني للنبي عليه الصلاة والسلام شيء طبيعي أن يدفعنا إلى حبنا للعرب باعتبارهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بينهم. لكن هذا الحب لابد أن يكون منضبطا، لا يجوز أن ينقلب إلى قداسة. عندما ينقلب إلى قداسة فأنت تجاوزت الحد. نقطة ثانية أيضا، نحن نحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن، لأننا حتى نفهم اللغة، حتى نفهم كلام الله عز وجل، وحتى نفهم ديننا، فنحن نحب اللغة العربية ونتعلمها ونحن نعشقها، لا شك في ذلك يعني. لكن هذا لا يعني أن اللغة العربية مقدسة على لغة أخرى، وهذا لا يعني أنك تهتم باللغة العربية وتنسى لغتك الأم. هذا أبدا غير صحيح. حبي للغة العربية وعشقي للغة العربية هذا شيء، وحرصي على لغة الأم خصوصا نحن في زمن لغتنا مهددة بالانهيار والمحو.